قرية إيسيان مسكن البشرية الأولى. قرية إيسيان واحدة من قرى الإيزيدية التي تقع على امتداد جبل المسمى سمروت والمحاذي لجبال هكار، والتي يقع ضمنها وادي لالش المقدس، وهي إحدى القرى التابعة لقضاء الشيخان، وتبعد عنه حوالي 6 كيلومترات وحوالي 50 كيلومترا شمال محافظة نينوى، وتقريبا 40 كيلومترا جنوب محافظة دهوك، وهي من القرى القديمة التي سكنها الإيزيديون. تقع قرية إيسيان ضمن الحدود الإدارية لقضاء الشيخان، وتبتعد عن قضاء الشيخان حوالي 5 كيلومتر. يربطها شارع من قضاء الشيخان إلى قرية بعذرة، وتقع قرية إيسيان في منتصف الطريق. يقطنها أغلبية الكل يعتنقون الديانة الأيزيدية. تقع قرية إيسيان جنوب لالش، مركز الرئيسي لعبادة اليزيديين، المعبد الرئيسي لليزيديين ب3 كيلومتر جنوب لالش، وغرب مركز قضاء الشيخان عين سفني بتقريبا 6 إلى 7 كيلومتر، وشرق ناحية بعذرة ب5 كيلومتر. وهذا الموقع الجغرافي القريب من مركز الإمارة اليزيدية والقريب من معبد لالش أثر على أن يكون لها دور بارز جغرافيا في المنطقة بصورة عامة. الموقع الجغرافي للقرية يحدها من الشرق قضاء الشيخان، ومن الغرب بعذرة، ومن الشمال قلي لالش، ومن الجنوب الممان ودوشيفان. ما زالت ذاكرة الشعوب تحتفظ بقصص وأساطير وحكايات وروايات عديدة عن الموطن الأول الذي سكنه الإنسان القديم، وتتحدث الأديان أيضا عن الموطن الأول الذي سكنه أبو البشرية آدم وأمنا حواء. وكبقية الشعوب للإيزيديين قصصهم وحكاياتهم ورواياتهم التي تتحدث عن هذا الموطن، لذا يقال بأن قرية إيسيان كانت الموطن لسكن آدم وحواء، ومن هذا المسكن اشتق اسم القرية. مدينة قديمة جدا بدليل قطعي بجوارها وادي، ذاك هو دير صليب، والكلمة معروفة من اسمها دير صليب، ويقع بجانبها بعذرة، والتي كانت تسمى بيت عذرة أو بيت العذراء، وإلها آثار عديدة أخرى. حتى هناك عين للماء يسمى باللغة الكردية أو لهجتنا المحلية كانيكا جها، يعني عين اليهود، عين الماء اليهود كانيكا جها. ومن هذه المسميات العديدة اللي تبرز بالقرية دلالة على أن القرية أثرية قديمة لها معانيها وتسمياتها. في كتاب مجدها روش يقول أن هواء وآدم عاشوا في قرية إيسيان، نزلوا إلى لالش، بعدين توجهوا إلى قرية إيسيان، عاشوا في قرية إيسيان، وبعد ذلك بقوا في القرية. لديهم ولد زهير، هوري وزهيد، فبقى هوري وزهيد في قرية إيسيان، وبعدين توجه إلى مدينة سرانديب الهندية، بقى هناك. فكل سنة يعني 30 مرة رجع من مدينة سرانديب، زار إلى قرية إيسيان للاطلاع على أولادهم في قرية إيسيان. فهاي المصادر المذكورة في مجدها روش بتأليف أنور المائي. فأن إيسيا عاشوا في إيسيا سكنوا بها، سكنوا في هذا القرية، اسم قرية إيسيان، سكنوا في هذا القرية، قرية قديمة على الأرض
يعني أقرب قرية قريبة لمعبد لالش هو قرية إسيان، يبعد عن معبد لالش 3 كيلومترات. فلهذا موقع الجغرافي المهم لقرب لالش ظهر هيك أحداث بهذا القرية. اسم القرية بمعناها الكردي إيسيا، أي بمعنى إذا تترجم الكلمة إلى اللغة العربية تعني الشعلة المضيئة. وهذه الشعلة المضيئة يحكى أن في بداية تأسيس القرية لا توجد مصادر رئيسية على بداية القرية، لأن القرية قديمة قدم التاريخ. إن الذين سكنوها في البداية شاهدوا شعلة مضيئة بقريب من مزار القرية الرئيسي، وهو مزار بير مامي إسيا الموجود في القرية والذي يدفن فيه موتى القرية لحد الآن. شاهدوا شعلة بقرب المزار وبنوا القرية في مكان الشعلة، لذلك سميت اسم القرية باسم إيسيا، أي الشعلة المضيئة. تعرضت قرية إيسيان عبر التاريخ لعدة حملات وإبادات جماعية، واحتلت من قبل عدة قادة وسلاطين، وحتى عرفت في يوم ما باسم أحد قادة الإسكندر المقدوني الذي احتلها وشرد أهلها. اسم القرية حسب المصادر التاريخية جاءت بعد غزو اسكندر المقدوني، أو بعد وفاته، كان يناهز بعمر 33 عام. بقى القوات أو قواد اسكندر المقدوني قسموا نفوذهم على المنطقة. إيسيان وقعت ضمن القائد المعروف المسمى أسيان، قائد اسكندر المقدوني. وجاءت التسمية هي بالطبع كانت لها اسم آخر، ولكن بعد تقسيم نفوذ القادة المقدونيين وقعت قرية إيسيان ضمن خريطة القائد المقدوني أسيان، وبعد ذلك سميت القرية أسيان. قبل ميلاد سيد المسيح ب 330 سنة تاريخيا ذكرت الإسكندر المقدوني بأحد جولاته مر في قرية إيسيان. كانت آنذاك توجد مدرسة مشتركة بين إيسيان وبيرستق، وسكن يعني جلس فيها لفترة ثم غادر. الغزو الأخير اللي بدأ من والي الموصل على لالش هو يسموه العيد الكبير، اللي احنا نسميه جمع العيد الكبير. فتقول المصادر بين أغلب المؤن والاعتداء وأسلحتهم اللي كانت تحملها الخيول مرت من قرية إيسيان ووصلت إلى منطقة بربور. بربور كانت قرية عيزيدية صرفة، وبعدها تغيرت الأشياء. تعرضت للتهجير والترحيل والحرق والتدمير عدة مرات أيام العثمانيين وفي زمن النظام السابق بسبب مساندتها لحركة التحرر الكردية في سبعينات القرن الماضي. الهجرة صارت قريتنا 4 مرات، الشيء الآن أتذكر بها. المرة الأخيرة احترقت من أولها إلى تاليها، ما ظل بي كل شيء. 75 رجعنا للقرية، القرية كل من راح المكان رجعنا للقرية. مرت الأخ بدينا عمرنا الأعمار ذاك الوقت كان طين وحل وحجر. مرت الأخ عادوها المدرسة. الكهرباء جاءنا سنة 70 يوم الهجرنا الكهرباء ظلت مكانها. المنطقة بصورة عامة يعني القرى اليزيدية والقرى المسيحية والأكراد يعني الكل صار به دمار وهجرة.
فإحنا قريتنا بالنسبة لقريتنا يعني أتذكر يعني من 64 ولي جاي كلها هجرة من نهاية عبد الكريم قاسم ولحد الآن هجرة. عهد عبد السلام عارف هاجرنا القرية، عبد الرحمن عارف تركنا القرية 67. عهد نظام صدام حسين 74 تركنا القرية واحترقوا بالكامل، ولا ما بقى ولا بيت معمور، حرقوها كلها. سنة 1964 عهد عبد السلام عارف رحلت القرية عدة مرات، وفي عهد عبد الرحمن عارف أيضا رحلت القرية في سنة 66، وفي عهد النظام السابق أيضا رحلت سنة 1974 تركت تقريبا سنتان ثم جاءوا إلى القرية، شاهدوا القرية محروقة كاملة. كان لفتح المدارس في خمسينات القرن الماضي في قرى الإيزيدية دور مهم في إنعاش الحركة الثقافية وتغيير طبيعة الحياة في هذه القرى، حيث منذ فتح المدارس انخرط الناس في الحركة الثقافية والعلمية والتعليمية التي شهدها البلد عامة والمنطقة خصوصا. 52 صارت المدرسة بإيسيان، ذاك الوقت المختار مالنا الله يرحمه كان الياس شري، كان مختار القرية، وقع على المدرسة صارت بإيسيان. أسهم مثقفي قرية إيسيان برفد المنطقة بالكفاءات العلمية وبشهادات مختلفة، وأسسوا المراكز الثقافية وساهموا في رفد المجلات والجرائد بالكتابات والمشاركات المختلفة. تأسس مركز لاز في قرية إيسيان في 11/8/2010 عن طريق الانتخابات. عدد الأعضاء في قرية إيسيان 70 عضو في المركز، وقام عن طريق الانتخابات، وتم عن عقد مؤتمر انتخابي في قرية إيسيان، وتم الترشيح هذه الأربعة أعضاء: مدير المركز قاسم ميرزا جندي، مسؤول الثقافة والإعلام جندي بيبو، الأستاذ جندي بيبو قاسم، مدير مسؤول المالية والإدارة عبد العزيز خدا علي، مسؤول العلاقات سفير حيدر عتو. مركز لالش الثقافي والاجتماعي فتح فرع في قرية إيسيان، أنه مثقفي القرية فعلا قاموا بالبحوث والكتب الخاصة باليزيدية، ففتح مكتب. هذا المكتب يقوم بنشاطات كثيرة لأهل القرية، منهم دورات ثقافية، دورات تعليمية، محاضرات عن التعايش السلمي بين الأديان، عن الشباب، دورات كمبيوتر، يعني نشاطات ثقافية، مسابقات، محاضرات، مسابقات ثقافية بين أهل القرية، المدرسين والمعلمين، المعلمين والطلبة. عندنا منشورات ننشره خاصة في جريدة لالش، في مجلة لالش، مجلة شيخان في لالش، وشبكة الإعلامية لالش الرئيسية طبعا.
المتابع للحركة المعيشية في قرى الإيزيدية في هذه المنطقة يمكنه تلمس شيء واحد مشترك، وهو اعتماد الإيزيدية على الزراعة وتربية المواشي، حتى وإن ضعفت في الوقت الحالي، وتوجهوا نحو الوظائف الحكومية بعد حصولهم على شهادات علمية مختلفة، وكذلك عامل الهجرة للخارج من أجل البحث عن لقمة العيش وللتخلص من الأوضاع السيئة التي ما زالت تعيشها هذه القرى. الحالة المعيشية والاقتصادية لقرية إيسيان، معيشتهم من قديم الزمان لحد 52 كان كلها الفلاحة وتربية الأغنام والأبقار والدجاج. الزراعة كانت صعبة، يعني على زراعة يدوية، كانت غير ميكانيكية. التكرم كان على البغال يحرثون الأراضي ثم يحصدون بالمناجل باليد، حصاد يدوي كانت. احنا كايزيديين معيشتنا كان صعبة، كلها كان الفلاحة، يعني نزرع حنطة، شعير، حمص، عدس، يعني كمية قليلة مو نسبة كثيرة. يعني ناس المنطقة كلهم فقراء كانوا، يعني بالحيوانات تكرم اكو يسوقون قاع مالهم يوميا فدان يعني وزنه وزنتين سوقه، يعني معيشتهم كان صعبة. فمن صارت طلعوا الآلة التركترات والحاصودات، العالم شوية تطور هيدي شوية تطور. فالهم بالنسبة لحالة المعيشة احنا ضعفاء، يعني ما حد عنده إمكانية. هالسنة ما أجا زرع، يعني احنا معيشتنا يكون كلش صعبة، يعني ما عندنا الرصيد، ما عندنا يعني معيشة يومية بالنسبة لنا الإيزيو، معيشة يومية، مو ما عندنا الرصيد. مثلا إذا سنتين ثلاثة يقوم عنده فلوس أو مال ماكو. بعد فتح المدرسة في سنة 52 ظهرت خريجين في القرية، أصبحوا معلمين، موظفين في الدوائر الدولة، في الصحة، في القانون، أطباء، مهندسين، مدرسين. بما أن غالبية سكان قرية إيسيان هم من الإيزيديين، فلهم مزارات ومراسيمهم وعاداتهم وتقاليدهم الدينية المتميزة، حيث الزائر القادم للقرية يرى مزار من إيسيان ينتصب وسط القرية ومن حوله مقابر القرية، وله طواف خاص يقيمها أهالي القرية سنويا. المزارات القرية عندنا مزارين بالقرية، مزار ميسيا جو القرية، ومزار شخص السرقندي، أي نشانة إيزي فوق القرية. عندنا الآثار القديمة قصر خربة فوق القرية اسمه قصر خنجربقي. خنجربق سكن بها، هو عمرها بذاك الوقت، كان يجوز قوامات كثيرة بناها من الجص والحجر والكلس. وراها سكن جاسمبك، يعني ابنه سكن فترة بيها، وصار مشاكل واختلافات بين الأمارات مالتنا. المهم قصر خربت لحد الآن، خربة موجودة فوق القرية.
بما أن قرية إيسيان من القرى القديمة في المنطقة فلها آثارها وبقاياها التي ما زالت قائمة وشاخصة لحد الآن، ومنها عين ماء تقع في جبل القرية، والكهوف والمغارات الموجودة في أطراف القرية، وقصر خنجر بيك وغيرها. من الآثار اليزيدية المهمة الباقية إلى هذا الوقت هو قلعة أو قصر الإمارة في قرية إيسيان، وهذه القلعة مشيدة على تل مرتفع مسيطر على ما حولها، وما تبقى منها هو عبارة عن حائط أمامي فقط بطول يصل إلى 31 متر. هذا الحائط ارتفاعه يبدأ من متر في بعض المناطق ويصل إلى 3.5 متر. عرض هذا الحائط من عند القاعدة متر، وعند أعلى نقطة فيها يصل إلى 75 سنتيمتر. هذا البوابة توسطها هذا الحائط توسطها بوابة جميلة مقوسة يصل عرضها إلى 2 متر، ولكن هذه البوابة قد سقطت سقفها في عقد الثمانينات بسبب عدم أي اهتمام بهذه القلعة وهذه الآثار. في هذه القلعة سكن فيها أمراء اليزيدية، وفي عام 1790 قام إسماعيل باشا أمير إمارة بادينان بقتل الأمير اليزيدية تشولبك، وعين بدله خنجربك. خنجربك هو من البسميرية وليست من العائلة الحاكمة على اليزيدية، وجعله يتخذ من هذا القصر مقرا له ليحكم اليزيدية. ويبدو أن اليزيدية لم يكونوا يرضوا بحكم هذا الأمير، لأنه لم يكن من بيت الإمارة نفسها، بل كان من البسميرية، ولهذا أجبر على أن يقوم بعزل الأمير خنجربك في عام 1791، أي بعد مرور سنة من الحكم. وثم عين بدلا عنه حسين بن تشولبك، وهو ابن الأمير تشولبك، أميرا جديدا على اليزيدية. يبين لنا من هذا بأن هذا القصر كان في عام 1790 مأهولا، وقد يكون قد بنى قبل هذا العام بمئات السنين، وهذا القصر بقى على حاله مأهولا يسكنها أمراء اليزيدية، إلى أن حصلت خلافات بين أمراء العائلة الحاكمة على اليزيدية، بين جاسم بك وحسين بن تشولبك، وأدت هذه المشاكل إلى أن يقوموا بترك هذا القصر، وبقى هذا القصر مهجورا لا يسكنها أحد، ويبدو أنه تعرض للهدم خلال إحدى حملات الإبادة اللي كانت مستمرة على اليزيدية في ذلك المكان. موجود عين قديم منذ القديم، يعني أبد أجد احنا كزماننا عين الهوى يسموه، بالكردي يسموه كاني باي. كاني باي هاي وادي وموجود به مغارة صغيرة وحجر معلق ينزل به من الماء. هذا المريض إذا كان الإنسان أي شخص عنده مثلا مرض في رجله في ايده في كتفه في اي مكان في جسمه، بحيث يتحول هذا الهواء يعني هذا المرض يتحول من مكان الى مكان، يكون معالجتها عن طريق هذا العين. يجي راجع هذا العين يسبح به، يعني يسبح، يعني يبلل جسمه، مو يسبح يروح يسبح به، يبلل جسمه بتبركات هذا العين، ومعالجه عند رب العالمين وعند هذا العين وهذا الماء. فاعتبر التراب كنز
فكري واجتماعي متشعب الأطراف ومتعدد المضامين يمس جميع جوانب الحياة والشعوب. لذا تعرف الشعوب بما تمتلكه من التراث، والشعوب التي لا تمتلك تراثا لا تعتبر في التاريخ أبدا. ونحن هنا في إسيان لدينا الكثير من المناطق الأثرية أو القبب، كلها تمثل في نصوص دينية مقدسة وأمثال وحكم وأقوال رجال دين، وإضافة إلى وجود الكثير من العتبات المقدسة والمزارات والقبب. أما بالنسبة للقبب أو القبب عفوا، لو نظرت إليها بشكل عمودي لرأيت أن هناك دائرة منبعث منها عدة إشعاعات أو أعمدة شعاعية متمثلة بالشمس منبعثة منها الضوء. فدليل هذا هو دليل كافي على أن المنطقة أهل المنطقة أو عراقة أهل المنطقة بأنهم كانوا يعبدون الشمس. وإذ قالوا لي إنك تعبد الشمس لقلت لهم بكل فخر واعتزاز نعم، لأن الذي خلق الشمس خلقني أيضا. وكذلك برزت من هذه القرية شخصيات دينية تركت بصماتها على حياة وتاريخ الإيزيدية، ومنها البابا الشيخ ناصر. هذا البابا الشيخ التقى به المستشرق البريطاني هنري لايارد في معبد لالش أثناء زيارته للإيزيدية وتحدث عنه كثيرا. بابا الشيخ ناصر ابن البابا الشيخ رشكي ابن البابا الشيخ حسين. كان بابا شيخا في القرن الثامن عشر. ولد البابا الشيخ ناصر الشيخ رشكي سنة 1807 في قرية إسيان. بابا الشيخ من شيوخ فخر الدين، من أبرز الشخصيات التاريخية المهمة المرموقة بين الإيزيدية، من أبرز الشخصيات التي ساهمت في الوجود الإيزيدي وبقاء استمرار اليزيدية واستقرارهم في المنطقة، والحفاظ على الطابع الحضاري والاجتماعي والديني بين اليزيدية، وحل النزاعات والمشاكل الموجودة بين اليزيدية عن طريق بابا الشيخ بالطرق الدبلوماسية. برز نشاط بابا الشيخ ناصر في سنة 1843 عندما زار الروسي برجين والإنجليزي باجر، زاروا إلى إسيان واستصحبهما إلى معبد لالش. مركز التقائهم إسيان، بعدين يتوجهون إلى لالش عن طريق بابا الشيخ ناصر. والتقى بالبعثة التبشيرية الأمريكية برئاسة عزاريا سميث في إسيان. وبعد ذلك التقى بسنة 1849 و 1851 التقى في قرية إسيان هنري لاير المستشرق الإنجليزي. هنري لاير التقى في إسيان وكانت الزيارات متكررة لهنري لاير، مو مرة مرتين، يعني زيارات متكررة. فوصف باب الشيخ ناصر بأنه رجل شيخ متواضع يحب الخير ويرتسم على وجهه ملامح الحزن، أنه شيخ كبير بين اليزيدية. ومن نشاطاته أيضا كتب كتاب إلى والي الدولة العثمانية أوزون باشا، كتب كتاب بإعفاء اليزيدية من الخدمة في الجيش العثماني. ففعلا وافق الدولة العثمانية على طلب الشيخ ناصر الشيخ رشكي، وافق بإعفاء اليزيدية من الجيش العثماني فعلا. ففي سنة 1889 توفي الشيخ ناصر الشيخ رشكي الشيخ حسين رحمه الله.
ومن أحفاد الشيخ ناصر الشيخ رشكي. الشيخ ناصر كان لديه 4 أحفاد. حفيدهم الأول الشيخ مرزا والشيخ حسين والشيخ أوسي والشيخ رشيد. فمن أحفادهم موجودين في مزار الملك فخر الدين، نيشان الملك فخر الدين في بيت بابا الشيخ. ولشيوخ القرية دور مهم في الهيكل التنظيمي للديانة الإيزيدية، حيث بشمام البابا شيخ هو من سكنة قرية إيسيان. هذا الرجل له مكانته ومنصبه ضمن جوق البابا شيخ، ويرافق البابا شيخ في ترحله وتجوله، وهو بمثابة الرجل الأول لسماحة البابا شيخ. عائلة بشمام من شيوخ الديانة اليزيدية، يرجعون إلى الشيخ شرف الدين، الشيخ سلسلة الشيخ عادي. هاي العائلة دائما يراجعوها عدة يعني من الأبناء الديانة اليزيدية والعالم المسيحيين الإسلام، يراجعوه عند عدة أمراض، منها الأمراض المستعصية اللي كانت سابقا كالحصبة والجدري، لكن هاي الأمراض تقريبا انتهت من خلال المعالجات الصحية عن طريق وزارة الصحة. ظلت مرض واحد هو مرض أبو صفار يسموه. مرض أبو صفار معالجة عند رب العالمين وبيد هاي العائلة. أي شخص من هاي العائلة يعزم المريض اللي مصاب بأبو صفار علاجه عند رب العالمين، بيد رب العالمين، مو بيد شخص معين، بس يكون سببها تقريبا من ضمن هاي العائلة. ما زالت القرى الإيزيدية محافظة على تناسقها وترابطها الاجتماعي من حيث المحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية، وتخصص كل واحد منهم من حيث انتمائه لطبقته الدينية، أي الشيخ، البير، المريد، واحترامهم لهذا التسلسل الاجتماعي. وكذلك دور رجال الدين كموجه ومرشد اجتماعي وديني وقاضي في حل بعض المشاكل أحيانا. واقع الاجتماعي قريتنا يتكون من 3 طبقات: طبقة الشيوخ، طبقة البير، وطبقة المريدين. 3 طبقات، ومتكون هاي الطبقات من عشائر. اكو عشيرة مثلا هكارية بالقرية، اكو عشيرة خالتية بالقرية، اكو عشيرة ختارية بالقرية، اكو عشيرة جاصانية بالقرية. عندهم دور فعلا. دور الشيخ موجود مزار خاص لملك فخر الدين، ومجاور اسمه الشيخ شمو، هم من أحفاد الشيخ ناصر حاليا. عندهم قهوة وش اسمه رجال الدين يجتمعون هناك، مختار من أحفادهم مختار القرية، ولهم دور يعني فعال في حل مشاكل القرية. دور عائلة بيشمام في قرية إيسيان دور مهم جدا بالنسبة للقرية وللديانة اليزيدية بصورة عامة. يعني دوره لمعالجة مثلا إن كانت مشاكل بالقرية، إن كانت دعوات مثلا فرح أو عزاء أو وفاة كذا، بيشمام له دور كبير في قيام واجباته الدينية إثناء وفاة، إثناء تعزية مثلا، قيام فواتح، له دور مهم. بيشمام عنده دور مهم في إثناء مثلا الخدمات الأخرى اللي يصير بالقرية، مثلا طوافة أو مثلا مناسبات دينية من يصير أي تجمع للقرية، بيشمام له دور كبير في معالجة القضايا الموجودة في القرية. دوره مثلا أنا وفت واحد من القرية تعاركنا، هو يجي يتصالح بيناتنا، يابا أنتم إخوان وأنتم من أهل القرية وأنتم من قد وطن، عليش تكبرون المسألة؟ لا، ينهي في يومه. مثل باقي الشيوخ الموجودين بالديانة اليزيدية،
احنا كعائلة بيشمام كشيخ شرف، يعني من عائلة الشيخ شرف الدين، يقومون مثلا بعدة حالات. حالة الزواج مثلا براءة آخرته يسموه، يأخذون مثلا الشاب اللي يتزوج يختار شاب من هاي العائلة يكون براءة آخرته، يعني أخو الآخرة. احنا الديانة اليزيدية نسميه أخو الآخرة لأنه مطلوب بالآخرة عند وفاة. احنا يعني تصوراتنا بأنه عند الآخرة مطلوب الأخو الآخرة. اكو مثلا طلعات مثلا يطلعون طاووس من قبل المجلس الروحاني بالسنة مرتين، بالربيع وبالصيف مرتين. إرشاد ديني، يعني هاي طريقتكم، هاي الزين وهاي الشينة ابعدوا عنه، هاي الزينة امسكوا فيها، يعني تقاليد مال ديانتنا. وكذلك عينا بابا شيخ هم هيجي يجي يفطر بالقرى، هيجي يسترشد